السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة واحسن حال. ان شاء الله النهارده هنعمل جلاش بالمهلبية. هنعمل ان شاء الله كيلو لبن، 4 معالق سكر، معلقة زبدة للمهلبية، 4 معالق نشا، وزبدة للجلاش. هننزل بالنشا كله ده على البارد، بعدين بالاربع معالق سكر والزبدة ورشة الفانيليا. نقلب لغاية السكر والنشا ما يدوبوا، وبعد كده نرفعهم على النار. السكر داب مع النشا، نقلب لغاية ايه قوام المهلبية بتتقل. المهلبية اهي بدأت تتقل، بقت جميلة جدا. نقلب كمان عشان النشا يغلي فيها. المهلبية خلاص تقلت، نرفعها الوقت من على النار لغاية ما تبرد عشان ان شاء الله نبدأ نحشي الجلاش. وقت حبايبي بعد المهلبية ما بردت خلاص وزيدتني الورقة كده، اديها لها زبدة بالمهلبية، الورقة كده كده كده، ارفع الورقة اديها للجلاش زبدة. نعمل واحدة تانية ورقة. طبعا الجلاش بيبقى فيه ورقة سليمة وورقة ايه مقطعة كده بالمنظر ده، طبعا مش هتبان. ننزل بالمهلبية بقى الورقة كده كده، اخد الشكل الجميل ده. بعد حبايبي ما خلصنا الفطير دهناه طبعا زبدة، هروح بقى ندخله الفرن. حبايبي هدخل الصينية الفرن على 180 درجة. ده حبايبي شكل الجلاش لما طلع من الفرن، محمر وجميل ومقرمش. الشربات ده طعمه جميل جدا، جربوها هيعجبكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرب سكر البودر. بعد حبايبي ما خلصنا الجلاش عملناه بالمهلبيه، طريقه سهله وسريعه وجميله، ان شاء الله تعجبكم وجربوه باذن الله، وبالف هنا وشفا. ما تنسوش لايك وتشتركوا في القناه.